السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. استمع إلى كلام هذا العنصري، وهؤلاء العنصريين الذين خرجوا لنا هذه الآونة يتفخرون بالأنساب، يتفخرون بشيء من الجاهلية. استمع إلى كلامه ثم نرد عليه بعلم إن شاء الله. البليديين نهضروا على رواحنا، احنا محلبين البليديين صح محلبين، والناس اللي يحبوا يتحلبوا يجوا من سوق راس، يجوا من قسنطينه، يجوا من كل الولايات يجوا يتحلبوا في البليده. كاين ولا ما كانش؟ واللي ما عجباتوش هضرتي يجي يقابلني نعطي لك الصرف ولا غسلك غسيل الكرش هذه يغسلوها. البليده يقصدوها كاع الناس يتحلبوا فيها ومن بعد يروحوا لبلادهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. أريد أن أرد على هؤلاء النكرة، من بينهم هذا أن الإسلام في أصله، في أصلية القرآن الكريم والسنة، أن البشر متساوون في أصل خلقهم أو خلقهم، فبعد أن خلقهم الله من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، محذر من أن يتميز بعضهم على البعض بالعرق، أو أن يفخر بعضهم على بعض بالنسب. وكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجامعة في حجة الوداع: يا أيها الناس إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. ولأن الله تعالى جعل الناس مختلفين في أعراقهم وأنسابهم ولغاتهم، وهو ما لا يد لهم فيه، فإنه سبحانه وتعالى بعدله لم يجعل شيئا من ذلك سببا من أسباب التفاضل والتميز بينهم، بل أقام التفاضل بينهم على سبب هو من كسب أيديهم واختيارهم، المعلن عنه في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي أن الفرق بين البشر هي تقوى الله عز وجل، ووفقا يعني لكلامه وما جاء به. فهذه عنصرية يجب أن يتحاسب عليها، أن يحاسبه القانون على ما فعله أو على ما يقوله. خرجوا لنا هذه الأيام هؤلاء الشرذمة يرددون عاصمة ما عاصمة وفلان ما فلان. يا أخي، وهرا أفضل من العاصمة 100 مرات. والله ما سمعناهم ولا مرة يعني يسبون أهل الشرق أو أهل الجنوب أو كذا، إلا أنتم يعني حتى أن هذه العاصمة التي لا أدري في نظركم ما هي، أنتم لستم أهل العاصمة يعني بالتاريخ، أنتم لستم أبناء العاصمة، أنتم نازحون. يعني كل أتى من مكان إلى هذه العاصمة. عندما استقلت الجزائر كانت العاصمة يقطنها الفرنسيون، يعني ليس ببعيد كان يسكنها الفرنسيون. عندما خرج الفرنسيون منها، هذا بعد الاستقلال أتكلم، خرج منها، أتيتم أنتم إليها، كل أتى من جهة، لستم أبناء العاصمة. هذا كلام يعني عنصري، كلام عنصري يعني. والله يعني عندي طلب، لو أن الجهات المعنية تضع قانون لهذا الأمر، يجرم هذا الأمر. يعني تغلط تسلك. الله يعني رمضان ولا تستحون، الله المستعان. قتل، كرة القدم، سب، شتم، معاصي، ذنوب، يعني لا تأتيكم الذنوب إلا في رمضان، رغم أن الشياطين مصفدة، حتى أن الشياطين المردة مصفدين، لم يبقى إلا شياطين الإنس، أعاذنا الله. يعني ولفت نظري إلى أن ظهور العنصرية والتميز في المجتمع عند بعض أفراده دليل على بقاء رواسب الجاهلية، وأنه لم يتم التطهير الكامل من أدرانها وأوضارها. وعندها تظهر الصفات التي رأيتموها آنفا، أو الصنف الذي رأيتموه آنفا، تورد صاحبها المهال كالكبر والغرور والبطر. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ثم بين حقيقة الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نسأل الله عز وجل لهم الهداية. هذا كلام من باب النصح والهداية، الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.